اما صدر الاعلان الدستوري بقينا امام نصف اله، ديكتاتور، طاغيه جديد. انا ما بتحاورش مع انصاف الهه، قال لك انا لغيت. بتحاور مع بشر. لو انا برضو بتبنى وجهه نظر ده، انا لغيت الاعلان الدستوري. لغايه امتى؟ لغايه بعد ما نكث بوعده في انه لن يعرض الدستور الاستفتاء اللي بقى محل توافق، لغايه بعد ما هشم السلطه القضائيه في مصر ومنع المحكمه الدستوريه من ان تمارس اعمالها. هو احنا يعني عاوزين حوار جد؟ احنا مش عاوزين نقاطع. مصر ما تتحملش طرف القطيعه ما بين مكوناتها، واحنا عايشين في البلد ديت، والاخوان المسلمين عايشين، وبيننا مشتركات وبيننا خلافات، وهنتحاور بالتاكيد. بس في فرق ما بين ان احنا نتحاور حوار جد له جدول اعمال واضح ومحترمه وينتج حاجه لمصلحه الناس، وما بين ان طرف يستخدم اطراف في حمله علاقات عامه عشان يتصور معاهم، وهو لا ناوي يسمع الكلام ولا ناوي يتراجع عن وجهات نظره، ومش عاوز يعمل شراكه حقيقيه في السلطه. ده تقديرك انه رئيس الجمهوريه مش عايز يعمل شراكه؟ نعم، انا اقول بطريقه واضحه للشعب المصري ان انا واحد من الذين فقدوا الثقه في ان لدى هذه الجماعه او هذا الرئيس نيه خالصه لله وللوطن انهم يبقوا شركاء مع غيرهم. ده كان رايي لحد يوم صدور الاعلان الدستوري، وكانت ثقتي فيهم لحد يوم صدور الاعلان الدستوري. لكن انا كمان بحترم خبراتي ومش عاوز اضحك على حد ولا زيف موقفي. زي ما رحت القصر الجمهوري وقعدت مع السيد الرئيس شاكرا دعوته وطارحا عليه وجهة نظري، سواء في مؤتمر العدالة الاجتماعية او في العدالة الانتقالية اللي طالبت بها لنضمن قصاص عادل للشهداء، او فيما كان اهم من معالجة لأزمة الخلاف حوالين الدستور وطرحت عليه بدائل متعددة مش بديل واحد. كان ساعتها واجبي ان افعل ذلك، اسعى اليه كمواطن واعينه كرئيس. الان بعد الاعلان الدستوري فقدت ثقتي في ان هذا الرجل او حكومته او الجماعه التي تقف وراءه انها تريد حكم ديمقراطي. لا، انا واثق انهم عاوزين استبداد واستيلاء على الدوله المصريه، وهم يسرقون الدوله والثوره معا، وبيخططوا الاستيلاء على الثروه بالاضافه للدوله. ايه اماراتك او دلالاتك على كده؟ يعني الخصومه السياسيه او المنافسه السياسيه بتستدعي انه يبقى في عدم ثقه، خليني اقول في افتراض او ترويج انه الخصم اسوأ. دي شروط التنافس. اي حزب بيكون بيطمح للسلطه بيقول الحزب الثاني مش كويس، انا احسن منه. انما ده في المنافسه الاعتياديه، انما انت بتقول يسرقوا الدوله. نعم. ايه دلالاتك او امرك؟ انا دلالاتي ان ده اللي بيعملوه هو ما الذي يجري في مصر دلوقتي. اللي بيجري في مصر من يوم ما انتخب رئيس الجمهوريه انه جاب طريق ديمقراطي عبر الصندوق، رغم كل مطاعمنا اللي قدمناها وقتها لكن خلاص الحمد لله بقى عندنا رئيس منتخب. يلا بقى نبني البلد. طب القفه من ودنين ديت ما حدش يقدر يشيلها غير الايدين، لقينا ايد واحده اللي بتمتد هي يد الاقربين الى الرئيس. بيقولوا انتوا اللي ما مدتوش ايدكم كمان وساعدتونا. انت لسه جايبه صورتي وانا قاعد معاه اهو في القصر الجمهوري. يعني ايه تقولي الكلام ده وانت عارضه الفيديو وانا قاعد معاه في مكتبه بمحبه والله العظيم خالص، ولا زالت حتى الان وهتبقى، لان انا ما بعرفش اقرا يعني الحمد لله على هذه النعم. طيب احنا لاحظنا والشعب المصري لاحظ ان كل ما يجري في مصر هو لتمكين جماعه محدده هي جماعه الرئيس، وكنا بنعمل ده وننقده. لكن اما جاء الاعلان الدستوري اكتشفنا ان الرئيس يدخل معركه ضد سلطه القضاء. طيب هسألك سؤال، ومعركه ضد المخالفين لو ان من نجح في انتخابات الرئاسه كان المرشح حمدين صباحي، وانه اصبح يسكن قصر الاتحاديه او هو مقر العمل، واتخذ اي اجراء او قرار سياسي يعني حظي بغضب من الناس. نعم. والناس راحت لك الاتحاديه بعشرات الالوف. نعم.
حول القصر هاتفة منددة شاتمة لاعنة. نعم. السؤال هو دايما لما بيبقى في عندنا يعني حوار مع طرف آخر من السلطة أو مدافع عن الرئيس، بيقول أي رئيس مكاني ما كانش يعني ما كانش هيتضايق لو أنصاره جم فضوا الاعتصام ده. هل يرضيكم إنه حد يتجمهر أمام قصر الرئاسة اللي هو رمز؟ أنا بسأل السؤال، ولو كنت أنت في نفس مقعد الرئاسة كان هيبقى رد فعلك إيه؟ أولا ما متضايقش بالناس دي، لأن الناس ديت شافتنا في ثورة 25 يناير بنتجمهر أمام قصر الرئاسة وما اعترضتش. ما اعرفش هي شاركت ولا ما شاركتش. والمفروض طيب هقول لك قال لك كان قبل كده ده مش رئيس منتخب بشكل شفاف، انما الرئيس اللي موجود منتخب بالصندوق. احنا قلنا انه رئيس منتخب، بس الرئيس اللي جاب الطريق الديمقراطي. هي الديمقراطيه دي سلم يطلع عليه الرئيس، واول ما يوصل يرفصه برجله عشان لا ينزل عليه ولا حد غيره يطلع بادوات ديمقراطيه. الديمقراطيه يا استاذه ليست طريقه الوصول للسلطه فقط، هي ايضا واهم طريقه ممارسه السلطه. ان امارس السلطه بطريقه ديمقراطيه، مش اوصل لها بطريقه ديمقراطيه وامارسها بطريقه فرديه متسلطه. وعاوز اذكر كل اللي حريصين على التعلم من التجارب ان اكتر التجارب قهرا لمعاني الديمقراطيه في تاريخنا كانت للناس وصلوا هتلر وصل ديمقراطيه الى السلطه. التجارب النازيه والفاشيه اللي اورثت العالم حروب كونيه سالت فيها كل هذه الدماء كانت عن طريق ناس وصلوا للسلطه ديمقراطيا وبعدين اغتروا برايهم، زي ما بنلاحظ دلوقتي اتنصحوا فما سمعوش. ما جاوبتش سؤالي. لو انت كنت قاعد في الاتحاديه وحصل الإجابة وجم انصارك وقالوا احنا ضد اللي موجودين دول وهنمشيهم، الإجابة اولا ما فيش حاجه اسمها انصاري. انا لما اقعد في الاتحاديه ماليش انصار، انا ابقى رئيس جمهوريه عندي ادوات للدوله وشعب كله له حقوق متساويه فيا، مش ليا جماعه. هو في رئيس جمهوريه يقبل على نفسه ان تيجي جماعه مثل الاخوان لانه كان فيها تفض اعتصام؟ طب ما ينزل الشرطه تفض الاعتصام. رئيس جمهوريه يرأس هيئه الشرطه وعنده ادوات الدوله يتخطى ادوات الدوله ويستخدم ادوات الجماعه؟ ما هو دي من العلامات اللي بتقول ان مفيش توفيق من ربنا في اداره هذه الدوله لمن يرأسها الان. هو هل من المنطقي ان رئيس الجمهوريه يطلع يلقي خطبه هائله بمناسبه حكايه التهم يقول فيها ان التحقيقات مع اثبتت كذا وكذا، وبعدين نكتشف ان ما اللي رئيس الجمهوريه بيقول عليه التحقيقات كان عباره عن ان مجموعه من الاخوان اللي اعتدت على المتظاهرين السلميين وقبضت على بعضهم واستحلت لنفسها سلطه التحقيق، يعني قامت بدور القضاء ونزعت منهم اقوال تحت اعترافات تحت التهديد، وبعدين قدموا دور رئيس الجمهوريه. يوم يطلع رئيس الجمهوريه يقول خطاب تاريخي معتمدا على اقوال جماعته، وبعدين يشاء الله ان الاقوال اللي نسبها الرئيس للنيابه قالها رئيس الجمهوريه قبل ما النيابه تباشر التحقيق، ولما النيابه باشرت التحقيق بعد خطابه افرجت عن كل هؤلاء. ليه رئيس الجمهوريه يعرض نفسه لانه يكون عنده معلومات خطأ من جماعته؟ لانه لم يعتمد على النيابه ولا على سلطات الدوله المصريه. اللي احنا عاوزين نقوله الدوله دي دوله عريقه، اذا حكمها حاكم ديمقراطي مؤمن بيها وبشعبها وصلح مؤسسات دولتها عليه ان يكون حاكم لكل المصريين وان يستخدم ادوات الدوله. لكن يوم ما يلجأ لجماعته معناها ان هو عارف في قرارة نفسه ان هو غير مؤهل لان يكون حكما عدلا ما بين كل المصريين، بدليل انه بيستعين بجماعة لمجرد انتسابه اليها تنظيميا على حساب المجتمع. فاللي بقوله ان في جريمة ارتكبت بالعدوان على المتظاهرين السلميين حول الاتحادية ودم الشهداء، وعلى راسهم الحسيني ابو ضيف زميلنا، كل الشهداء على من هنا ومن هناك زميلنا ده سواء كانوا من الاخوان ام من القوى الوطنيه والديمقراطيه. هذا الدم كله حرام وكله المسؤول عنه سوء اداره
يقع على رأسها مين؟ رئيس الجمهورية، يتحمل المسؤولية السياسية. وبعدين يا ست منى الحل كان واضح. أنا ما أبقى رئيس قاعد في قصري ولاقي مئات الآلاف جاية ضدي، واعرف انها معترضة على اعلان دستوري، وان المعارضة التي تعبر عنها بتقول لي الغي الاعلان ده، رغم ان الشارع بيقول يسقط الرئيس وشرعيته انتهت. ده كان الشارع، وكانت القيادة السياسية في الواجهة السياسية دي بتطلب طلب محدد. طيب ما كان بيده انه يقول يا اخوانا ايه اللي مزعلنا من بعض، ايه اللي مفرقنا كمصريين؟ ان انا مصر على طرح الدستور للاستفتاء، طب اجله شهرين. لا، هو وهو كان مأجله فعلا شهرين. وقتها انه عند الرئاسه معلومات لا يعرفها الناس ولا يصح ان تعلن، وتسجيلات تؤكد ان هناك مؤامره، ويمكن يكون اسم حمدين صباحي كان جزء من المؤامره. طب بما ان انا اسمي في المؤامره، انا بقول قدام ربنا ولكل الشعب المصري ولا الرئيس محمد مرسي، ها يا سيدي اتق الله في نفسك وفي البلد وفينا. احنا لا نتآمر عليك لان ده مش منهجنا. انا بقول اللي انا عاوزه علنا، هتأمر ليه؟ وانا لا اسعى لسلطة، انا عاوز البلد تتصلح، وانا مش عاوز ازيحك مما انت فيه، لكن عاوز تحسن اداء الواجب كرئيس يخدم شعبه مش يتسلط عليه. ولم تكن في ممارستنا اي مؤامرة من اي نوع، وبعدين هو ثبت له ذلك بالمعلومات. ماشي. بالمناسبة مش هو دعينا الحوار؟ مش هو قال انا داعيهم للحوار كل اللي في جبهة الانقاذ؟ هو احنا لو كنا متآمرين عليه ومتهمين بالخيانة العظمى فعلا، طب هو بيدعينا نتحاور معاه ليه؟ يعني ايه اللي يضطروا يدعي ناس متآمرين؟ الكلام ده كلام صغير ومش لائق ومش هو الموضوع الحقيقة، لكن استخدمه في لحظة صعبة لما لقى الجماهير ربنا عمل مدد للمصريين وطلعوا بمئات الاف فاجئونا، او فاجئونا انا شخصيا زي ما فاجئوا يعني الرئيس في الاتحادية. طب يا سيدي ارعاوي، اتمهل، اسمع كلمة شعبك، قول طيب انا كنت بنفسي، هو بعظمة لسانه كان عامل شهرين زيادة في الاعلان الدستوري المختلف عليه، كنت اقول انا هأجل الدستور شهرين وتعالي نقعد مع بعض كأهل، ولا هو عنده اهل وعشيرة معينين والباقي الشعب المصري من نوع تاني؟ ما كان يدعو المصريين طيب. ويحقن دم المصريين ويوحد فرقة المصريين. أستاذ حمدين صباحي ونفي فكرة ضلوعه في